ثعبان التيتانوبوا بيعتبر واحد من أكبر وأضخم الكائنات الزاحفة اللي عاشت على وجه الأرض. انقرض العملاق ده من ملايين السنين، لكن بقى سألت نفسك في مرة لو كان الثعبان ده لسه عايش لحد دلوقتي إيه اللي كان هيحصل؟ في الفيديو ده هنكتشف مع بعض أسرار الكائن الضخم ده وإيه اللي كان هيجرى لو لسه عايش معانا لحد دلوقتي. فاتأكد إن أنت مشترك معانا في القناة ومفعل زر الجرس علشان تشوف فيديوهات من دي كتير. الثعابين من الحيوانات اللي فيها فصائل كتيرة جدا، بتوصل ل 300 ألف فصيلة بين أنواع وأشكال وأحجام مختلفة، لكن ظهرت في الأفلام السينمائية بعض المقاطع لأنواع كتيرة من الثعابين دي. فهل المقاطع دي حقيقية؟ يعتبر ثعبان التيتانوبوا أو وحش ما قبل التاريخ زي ما بيقولوا عليه من الثعابين العملاقة اللي عاشت من 65 مليون سنة على كوكب الأرض في عصر اسمه البليوسيني، العصر اللي هو بعد انقراض الديناصورات ب10 مليون سنة. والثعبان ده بيعيش في الغابات القريبة من المية، وممكن نقول بيعيش في الأجواء اللي بتكون درجة الحرارة فيها ما بين 32 درجة ل 35 درجة. الثعبان ده بقى يا صديقي عنده ألقاب كتيرة جدا، منها وحش ما قبل التاريخ وملك فصائل الثعابين، وده بيرجع لقوته الكبيرة وحجمه العملاق. فالثعبان البالغ طوله بيوصل ل 12 متر ووزنه بيكون 1100 كيلو جرام، والثعبان اللي لسه مولود طوله يا دوب بيوصل ل 8 متر ووزنه تقريبا بيكون 250 كيلو جرام. والوحش اللي معانا في فيديو النهارده ده لما بيخش خناقه مش بيستخدم سمه خالص علشان يقتل فريسته، ولكن بيمسك فريسته يلف حواليها لحد ما يعصرها. العلماء قالوا ان قوه الثعبان ده بتصل ل 180 كيلو جرام للانش، ودي بتعتبر قوه مخيفه جدا. انت عارف يعني ايه قوته 180 كيلو جرام للانش؟ هبسطها لك علشان تكون متخيل معايا. الضغط الناتج من ذكر بالغ من الثعبان ده قادر انه يحطم 3 ابراج زي برج ايفل كده، انت متخيل؟ فالحيوانات اللي بنشوفها دلوقتي مخيفه وقاتله بشكل مخيف بتيجي قدامه وبتكون فرائس سهله جدا زي التماسيح والاسود وغيرهم كتير من الحيوانات المفترسه. فده بقى حيوان مفتري قوي لدرجه انه ملوش اي نقاط ضعف ممكن يتهزم من خلالها. حجمه عملاق وقادر انه يقتل اي حيوان تاني في عصره. ممكن بقى تقول نتيجه حجمه الكبير ده اكيد حركته بتكون بطيئه، اقول لك لا، ده كمان عنده قدرة كبيرة جدا على الحركة سواء كان في المية أو بره المية، ويقدر كمان إنه يختفي في المكان اللي بيكون فيه علشان يصطاد فريسته من غير حتى ما يبذل مجهود. هوب طق خلاص الفريسة اتعصرت. لكن بقى نقطة الضعف الوحيدة للوحش ده هو إنه ما بيقدرش يعيش في درجات الحرارة المختلفة عن المناخ المناسب ليه، وكمان ده السبب الرئيسي في انقراضه. وبسبب التغيرات الحرارية اللي حصلت في الأرض فكان وحش التيتانوبوا بيعيش في دول أمريكا الجنوبية وبالأخص في مناطق دولة كولومبيا، وكمان بيعيش في الغابات المطرية المدارية، وده لأنها تعتبر المناخ الأنسب ليه. وفي المكان ده كانت بتعيش الكثير من الفصائل اللي بيتغذى عليها زي التماسيح مختلفة الفصائل. كان بيستخدم الأشجار علشان يتخفى فيها وهو بيصطاد بره المية، وأول ما يمسك الفريسة على طول بيعصرها وبعد كده ياكلها بشكل كامل. وفي المية كان ليه القدرة برضو على الغوص ككائن بحري ويصطاد الحيوانات المائية زي التماسيح والحيتان. في بقى دراسات اتعملت على الثعبان ده لقوا ان حجم راسه وصل ل 14 كيلو جرام، يعني بيوازن مولود من الغزلان كده، وليه القدره انه يبلع كده زي جاموس مثلا وزنه 300 كيلو جرام تقريبا في الوجبه الواحده. ونيجي بقى للسؤال الاخطر في حلقه النهارده، تفتكر يا صديقي لو الثعبان ده لسه موجود لحد النهارده هل ممكن نقدر نسيطر عليه ولا هو اللي هيكون خطر ويسبب مشاكل كبيره علينا؟ بص يا صديقي، لو ثعبان التيتانوبوا ده نجا وفضل عايش لحد دلوقتي وبقى ليه القدرة انه يعيش في المناطق الاستوائية فكده هيقدر يعيش في المناخ الحار، فهنلاقيه بقى موجود بكثرة في البرازيل وخط الاستواء وبيرو وبنما. ولو بقى موجود بالشكل ده فهيبقى من المستحيل على الناس انهم يحموا نفسهم منه، ومن المستحيل تلاقي مثلا الثعبان ده راح لبيت حد معين من غير ما حد يشوفه، ومش هيكون عنده اي مشكلة انه يهدم شباك او يكسر باب. لكن بقى لحسن الحظ السلوك ده مش معتاد بالنسبة للثعابين، وبالرغم من ده كله لازم الناس برضو تعمل حسابها وتبني بيوتهم بأسوار عالية، وكمان لازم يكون كل فرد معاه صاعد كهرباء تحت المخدة بتاعته علشان يلحق يهرب.
في المدن الكبيره بقى مش هيكون للثعبان الضخم ده ولا فرصه لانه يعيش اصلا في الحياه، وده علشان الناس مش هتسيبه في حاله ولازم يخلصوا عليه في اسرع وقت ممكن. اللي بنشوفه في افلام الرعب غالبا بنلاقي الاناكوندا هي اللي بتاكل الناس، ومع كل ده بيبقى نادر جدا انها تهاجم حد اصلا. لكن بالنسبه للواقع بقى فالتيتا نوبوا هتعتبر جايزه مرحب بيها، واي حديقه حيوان في العالم تحلم انها يكون معاها الثعبان الضخم ده عندها. فهنلاقي عدد كبير جدا من الناس بيتخانقوا وبيحاولوا يصطادوا الثعبان ده باي طريقه علشان يبقوا ابطال قوميين. في النهاية بقى التيتا نوبوا ما عندهاش مانع انها تاكل التماسيح والسلاحف والدلافين واي حاجة في البر او في البحر واي حاجة تيجي قدامها حرفيا، لكن كل دول بيعتبر بالنسبة لها كده اكلة عادية، والاكلة الاهم بالنسبة لهم هي الحيتان. لكن بقى علشان الحيتان برضو بتكون كبيرة وكده فهي مش بتاكلها على مرة واحدة، ولكن بتقسمها حتت كده علشان ايه تعرف تاكلها كلها. فالثعبان ده عامل كده بالظبط زي مطحنة اللحمة، اي حاجة بيجي قدامه بيفرمها فرم. وبس كده يا صديقي، ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وتشترك في القناة، واهم حاجة تفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهات من دي كتير.